السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. انا لقيت البرطمان ده كده عندنا، فبجد عجبني شكله جدا، وقعدت افكر ان انا عايزه اعمل بيه حاجه. يعني انا مش عايزه اسيبه كده، عايزه اعمل بيه اي حاجه، لان هو شكله مختلف عن باقي البرطمانات شويه وعجبني قوي. فكملوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا انا هعمل فيه ايه. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله. وتابعوني على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. جبت بقى البرطمان ولقيت عندي خيط كده، خيط تخين شوية، فقلت استخدمه واستغله هو كمان. المهم جبته كده وحطيت نقطة شمع من تحت البرطمان خالص، وبدأت ان انا اثبت فيها الخيط. وبعد ما ثبت الخيط همسكه بقى والفه على البرطمان، بس مش كله، يعني لحد نصه كده، لحد ما بقى معانا في الاخر بالشكل ده. بعدين الحته اللي تحت دي ما كانتش عجباني، فجبت بقى حته فوم كده مدوره، بس هي كانت اكبر شويه، فجبت القلم الرصاص، يعني ثبت البرطمان عليها كده من فوق، وجبت القلم الرصاص وعلمت بحيث ان انا اقطع على قدها بالظبط، ولزقتها بقى بمسدس الشمع. حطيت كده على البرطمان ولزقتها لحد ما بقى معانا في الاخر بالشكل ده. وقفوا بقى الفيديو دلوقتي وانزلوا تحت اكتبولي في الكومنتات البرطمان ده هيكون عن ايه. طبعا انتوا هتعرفوا في اخر الفيديو، بس توقعوا من دلوقتي. بعد كده بقى جبت الغطا بتاعه، طبعا ما ينفعش نسيبه بالشكل ده، فجبت برضو قطعه من الفوم كده مدوره، تمام. وهبدا ان انا الزقها، يعني هلزقها كده، هلزق عليها الفوم بمسدس الشمع، وهلزقها برضو من الجناب. لحد ما في الاخر بقت معانا بالشكل ده. انا لاحظت ان في زيادات، فبدأت كده ان انا اقصها لحد ما بقى شكله كده. وبعد كده جبت ورقة كده شكل دايرة، قستها برضو على المقاس من جوه، وبعدين حطيتها من جوه لان انا محبتش الشكل من جوه يعني يبقى كده، فجبتها وحطيتها كده بالشكل ده. وبعدين جبت فوم لونه ابيض ولزقته على الغطا من بره. وبعد كده جبت الورق ده ورق مقوى، طوله 10 وعرضه 5، جبت منه الوان كده مختلفة. وبعد كده جبت قلم وهبدأ بقى ان انا اكتب عليه، وهبدأ الفها بالشكل ده. طبعا البرطمان بدأ يبان هو بقى هيبقى عن ايه. في الفترة دي بدأت الاحظ انه منتشر قوي، ناس كتير بقت يعني تحب الرسائل المكتوبة بخط الايد، والبرطمانات دي اصلا بقت تتباع وكده، فحبيت ان انا اعملها يعني. وبعدين بقى هجيب خيط برضو وهربطها، يعني هلفها عليها واربطها، وكده بقت معانا رسالة. طبعا انتوا بقى اعملوا اي عدد انتوا حابينه لحد بقى ما البرطمان يتملي لحد نصه براحتكم. ممكن كمان اللي هو الفل الملون ده اللي بيتحط في الهدايا ممكن تحطوه في وسط الرسايل كده براحتكم. طبعا في افكار كتير ممكن يتعمل، يعني بدل ما تدوه هدية لشخص ممكن تعملوها حاجة ليكوا انتوا. لو انتوا مثلا في ثانوية عامة ممكن تعملوا جمل تحفيزية فيها، او حاجات زي هدايا ليكوا. ممكن لو في رمضان ممكن تكتبوا فيها اعمال مثلا عايزين تعملوها كل يوم، وتسحبوا لمدة 30 يوم من الورقة دي، ف حلو جدا يعني. وبعد بقى ما خلصت جبت شريط ستان كده، وهبدأ ان انا الفه على البرطمان من فوق واربطه بقى شكل فيونكة كده، هيبقى شكله حلو جدا. وبقى معانا بقى في الاخر بالشكل ده. طبعا انا بديكوا الفكرة وانتوا تبدأوا براحتكم، يعني انتوا ممكن تعملوا شكل تاني خالص غير اللي انا عاملاه، بس انا بديكوا الفكرة بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك، لان اللايك ده بيعرفني ان الفيديو عجبكم. وطبعا ما تنسوش الشير لاصحابكم والاشتراك في القناة، وتابعوني على الانستجرام. ولو عملتوا نفس فكرة الفيديو ده وابعتولي الصور وهنزلها ان شاء الله على الانستجرام. وشوفوا فيديوهاتي الباقية في القناة، والسلام عليكم.